بطبيعة الحال الخبر الأكثر سخونة أو الأكثر يعني حضورا على وسائل الإعلام المصرية قطر أو الناس اللي بينظموا المونديال في قطر يعني بيرتكبوا جريمة. وقفوا حق الاحتفال النهارده وقت الأذان. الأذان وقفوا الاحتفال. يا سلام، إعلامي محترم، الزمن ما عادش فيه خلاص غير التغييب الإعلامي والمخطط الماسوني. لما يحط الأحاديث ويترجمها في الشارع في الشوارع هناك وكأنه هو بيدعو الشعوب اللي جايه دي الجماهير الى الاسلام. يا عم خليك في حالك، انت جننت في ودانك ولا ايه؟ انا بتكلم على افتتاح المونديال بالقرآن الكريم، هل ده يعني يتفق او الفيفا الامر بالنسبه لها طبيعي او عادي؟ خلص انت ما عندكش دم من اساسه. انت عايز مني دم ليه؟ الدم كله هنا، ده ممكن يتبرع لنا كلنا. لما اتكلم مع حضرتك بصراحه هو الامر غير مرضي للصحافه الغربيه بشكل كامل. انا يعني شاعر ان الموضوع تحول الى صراع قائدي. يا اخي اتكشف على البس. قطر الحقيقه خطأ كبير جدا، لانه زي ما بقول يعني احيانا احنا بنفسد الاشياء، لانه بعد كده لو وقف رجل دين مسيحي يقول عظه قبل افتتاح كاس العالم في مكان، ممكن ناس تعمل مشكله. اسكت يا حيوان اسكت. كاس العالم 2022 مش هتتعمل في قطر، انا بقول لحضراتكم من بدري اهو، ده خبر اعتبروه حصري، انا بقول لكم عليه. ثقة فيه ولا الاثنين؟ واعتقد انه الحكايه لن يتم التسامح فيها، لانه انت هنا بتغذي حاله طائفيه وحاله دينيه ما اغنانا عنها. الافضل سحب كاس العالم من الدوحه فورا، يعني ده الوقت اللي هو وجب العالم يتحدث بصوت عاقل. الحقونا اغثونا انه كاس العالم في الدوحه 2022 معرض، اي حد لو اقيم معرض لعمليات هتحصل، لاستهداف هيحصل. الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، اللهم ارفع غضبك عنا يا رب. اغثونا. ما يصحش كده، ما يصحش كده.